اهلا بكم في برنامج العالم تصوم اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن عبد الشافي السعودي. عبد الشافي قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسي، وعملوا مرض نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتن في مصر ومنبع التعصب، فتن في مصر، شخص سكاري وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسي، وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا هو بيحب يسير الجلب كام بتاع فتنه، وبيحب الترند دولار. طبعا شوف طبعا هو بيتكلم بشع عن ده، كلام غير محترم، ده كلام وبينم عن التعصب في الانفورماسيون. طبعا بيكون كله كذب وافتراض ان دي حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بالحاجات اصلا من وحي خيره. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه، عملوا طب نفسي، وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا عبد الشافي طبعا هو بيت وش بتاعه، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. تسوى من يفهم ده لسه كنت بنه بيكره وبيغل وبيحقد. والشر بقى بتجاه النادي الاهلي عمل مشكله، عمل عقده من سنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يفرجوا بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعال شوف كده. الحكم طارق مجدي كان كل قراراته صالح النادي الاهلي، مش صالح فريق ذات، كل قراراته صالح النادي الاهلي، بدليل حضراتكم طارق مجدي لم يحتسب هدف صحيح سجله فريق ذات الهدف الثاني، وكمان تحامل واستخدم الكروت الصفراء بدرجه فيها افراط شديد جدا جدا، حوالي 6 انذارات ضد لاعبي ذات لارهابهم وتخويفهم، وما يحاولوش يجاروا النادي الاهلي. يعني والله عايز اقول لك عبد الشافي ده يفضل مجننك ويفضل مربي لك خفيف. طلع بيقول عبد الشافي السعودي ان برضه دايما على طول الاهلي عامل له مرض نفسي. بيتكلم برضه عن الهدف اللي هو بتاع زيد، بيقول لك ان ابرز دليل الحكم طارق مجدي ان هو ما رضيش يحسب الجون، وكلنا اتكلمنا على الجون بتاع زيد، كلنا اتكلمنا اللي هو هدف تسلل وكلنا اتكلمنا عليه، لكن هو شايفه من اوهامه. بيقول لك كميه انذارات لزد ومش زد، كميه انذارات لان انت عارف ان لعيبه زد كانت بتعترض وعملوا حاجات برضه اعتراض ومش عارف، والطبيعي ياخدوا انذارات. فانت بس عشان حقدك وغلك تجاه النادي الاهلي واوهامك ومرضك النفسي تجاه النادي الاهلي مخليك انت تقول كده. فعايز اقول لك يا عبد الشافي السعودي الاهلي دايما على طول هيفضل مربي لك خفيف، ويفضل مجننك، ويفضل وجعك، ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا عبد الشافي قلت لكم هو بيحب يسير الجلب كام بتاع فتنه، وبيحب الترند والله. طبعا عبد الشافي طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. عبد الشافي السعودي اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.